انا بناشد الامن القومي يا جماعه. امن القومي صح، مش هو ده المفروض؟ مفيش سكر بقالي شهرين، عماله اقول يا سكر. كل شويه اعدي على السوبر ماركت واعدي على المنافذ بتاعه الجيش دي بالمره، اقول لهم عايزين سكر عايزين سكر، يقول لك مفيش سكر وهم عندهم جوه. فاكرين موضوع الجبنه؟ رحت البقال اقول له عايز جبنه، يقول لي ما عنديش، وهو عنده جوه. تترا تتا. بقى السكر كده بالظبط. طيب يا جماعه، موضوع السكر ده امن قومي؟ انتوا بتهزروا ولا ايه؟ موضوع كوبايه الشاي الصغيره دي اللي بيشربها الرجاله قبل ما تروح شغلهم، ده لو بقى في رجاله او بقى في شغل اصلا يعني، ده امن قومي. معلقه السكر دي، كوبايه الشاي، ده امن قومي. انتوا بتلعبوا في الامن القومي ولا بتلعبوا في ايه بالظبط يعني انا واخده بالي احنا بنلعب في كل حاجه، في الاساسيات وفي الاصول. طيب في ايه؟ آه اللي واخد السكر يرجعه، اللي قفل السكر مصنع السكر يفتحه، اللي قفل مصنع السكر يفتحه. يعني اتقفل ليه؟ اتباع لمين؟ انا بصراحه ما عنديش فكره. يكون الكيان اللي داخلين تعملوا معاه شغل جديد ده، اللي احنا مش عارفين ايه هو نوع الكيان، وايه هو نوع الشغل، وايه هو نوع داري على شمعتك تقيد علشان مصر ما تتحسدش بالصفقات اللي بتعملها. لا يا جماعه، انا مش موافقه. الحكومه لازم تتصرف. هاتولي سكر، داخلين على رمضان، عايزه اعمل كنافه وقطايف وجلاش و... وكنافه باللبن. وكنافه بالمانجا، وكنافه بالقشطه، وكنافه باللوز، والحاجات الكتير اللي بتتعمل دي، وسكريات كتير. طب اما انتوا لما ما فيش سكر ازاي هنشتري الحاجات اللي بالسكر كلها اللي بتتباع في رمضان وفي مولد النبي؟ احنا نشتري السكر ب60 70 جنيه اللي هو مش موجود اصلا، ويجي الزبون حبيب قلبكم ياخدوا منكم ب27 جنيه، يصنع لنا منه الحاجه يبقى لنا ب200 300 جنيه. طب يا جماعه، انا عايزه اقول لكم حاجه، انا ما عنديش مشكله سكر، يكشي يولع السكر يولع الملح، مش مهم عندي. انا سكر كفايه لوحدي، زي حكومتنا السكر. حكومه سكر عايزين ناخدها نعصرها كده وننزل منها السكر اللي فيها ونحطها على القهاوي ونحطها في رمضان. يعني سكركم كفايه يا عمري، والله سكرك كفايه يا عمري على قلبي. هو دلوقتي بقى ايه يا مصريين يا حلوين؟ اللي قبل على اخوه يموت من الجوع يلبس ويشرب. اوعوا تفتكروا ان في حاجه هتتحل لو اسرائيل فضلت تبيد في اخواتكم المسلمين واخواتكم العرب وجيرانكم. مفيش حاجه تتحل عندكم. انتوا الدار في الدار، يعني فاهمين يعني؟ بنقولها بالمصري تزن في الباس يعني. الحدود يا دوب خط ابيض كده هوت وبيتشال دلوقتي. اللعب كتير يا جماعه. ف هنخش رمضان ان شاء الله والدنيا لسه بتحصل زي ما بتحصل في فلسطين، اشرب بقاع الارض يعني. هنفضل ساكتين على كده؟ طيب ما فيش حاجه تتحل. اوعى تفتكر نفسك هتفضل تطلب من الحكومه نزلي اللحمه ام 500 جنيه. طب اظبطي الاسعار اللي في كل محل كل سوبر ماركت بسعر. طب انتوا لازمين قاعدين لازمتكم ايه؟ لا بتشتغلوا، ولا في رقابه، ولا حقوق، ولا عدل، ولا انتاج، ولا تصدير. مفيش حاجه. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. مالكم قاعدين على ايه؟ قاعدين على حاجه ملتهبه ولا ايه يعني؟ حتى لو حاجه ملتهبه نلاقيكم بتتنططوا. ده انا مش شايفه ابرد منكم بصراحه. عامه هو مفيش حاجه تتحل. اللي يرضي على اخوه لازم، يعني بيقولك حب لاخيك ما تحبه لنفسك. وانت حبيت لاخوك الجوع والدمار والبهدله للبنات والاطفال والستات والعواجيز. حتى الرجاله اتعروا، حتى الرجاله اتعروا. يعني كان في دايما نقول ايه، في كبت نفسي وفي جوع من ناحيه الست. يعني انتوا عايزين تشوفوا الستات دايما في الحاله كده اهوت عشان تحسوا بذكوريتكم وقوتكم. دلوقتي بقت على الرجاله كمان اللي انتوا من نفس هم طبعا مش من نفس الفصيل، لان تانيين رجاله، انتوا ذكور، في فرق. فاهل فلسطين دول الرجاله اتعروا.
الستات، الاطفال، الرضع، الجنين في بطن امه، رديتوا عليهم كل دوت، فاكرين نفسكم هتطلعوا منها سهله بسيطه خفيفه؟ لا وعهد الله، لا لا، ربنا عدل، ربنا عدل. ومن اعمالكم سلط عليكم، وانتوا شغالين خرس وعمالين تتكلموا ببطنكم، والمنافقين اللي جايين يقولوا احنا معاك ل 60 ل 2060 و2080 و2075. تضامن عمرك يروح امك. يعني انت يا اللي انت موجود معاهم للابديه، هم معمرين يعني، يعني واخدين حصانة التعمير من هنا ليوم الدين مثلا، وانت معاهم مثلا عشان تقول لهم احنا معاكم وكملوا. انا بنتي مش عايزه الناس دي خالص، يعني انا بنتي عايزه تكبر في مجتمع بشري، مش مجتمع حيواني، لا مجتمع بشري. انا مش عايزه لبنتي المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي ده، اللي احنا بنحاول نصلحه، اللي احنا بنشيل يعني اللي خربوها بقى اجدادنا وابائنا ابو 80 سنه وابو 70 سنه دلوقتي، دول اللي خربوها ولسه قاعدين ياكلوا في تلاها، قاعدين على تلاها ياكلوها. فاللي عندهم خمسينات برضو يا جماعه، واللي عندهم ستينات او معلش بقى، معلش يعني مش يعني طلعتوا ديك ابونا واخدتوا زماننا وهتاخدوا زمن عيالنا كمان، لا كفايه كده يعني. اخرسي اللي عندك 50 انت، وما تنزليش ترقصي وما تنزليش تطبلي، عشان بعد كده بتقولي ايه، بتطلعي في لول وتشتموا، وانتوا بتشتموا وانتوا قاعدين، وبعد كده تحطوا له صورته. يعني عيب. طالبوا حتى باللي هي ايه، فين الانتاج، فين الكرامه؟ انا عارفه الناس دي ما عندهاش كرامه يعني. هو احنا بنطلب من ناس غلط بصراحه يا جماعه، احنا بنطلب كل حاجه من ناس غلط، من ناس غلط. يعني احنا لسه دلوقتي بنناشد اجيال هي اللي خربتها، هي اللي فضلت تقبل الدمار اللي هم عملوه فيهم، اقتصادي ونفسي واجتماعي وتربوي. يعني الاجيال ال 70 سنه دلوقتي و 80 سنه دول هم اللي خربوها، فاحنا بنطالبهم بايه؟ لا بس نقول الله ربنا ياخدهم بقى، عشان كده كفايه عليهم بصراحه. يعني هم فاكرين نفسهم معمرين في الارض، ربنا ياخدهم. حسبي الله ونعم الوكيل. حب لاخيك ما تحبه لنفسك، فمش هتحصل حاجه طول ما اهل غزه بيحصل فيهم كده. انت مش هتشوف خير، انت مش هتشوف خير. يعني هم كده كده مش شايفين خير، وهم خلاص هم عارفين تبع حزب مين، حزب الحراميه، حزب الشيطان، حزب المفسدين، يعني كده فاهميني؟ انتوا بقى حزب مين؟ فعلى الاقل يا جدعان نطالبهم احنا عشان حالنا احنا يتصلح، اقتصادنا لازم يتصلح، لازم يعني مداخلنا وحدودنا تتصلح. فجارتك، اخواتك، اطفال طلبوا النجدة، وانت قلت ايه؟ يا طين يا ودني من طين ودني من عجين. طيب اللي بيحصل في البحر الاحمر كتر خيرهم الرجال موقفين علشان يضغطوا عليهم، ما تضغط انت كمان. طيب استغل ان انت كده كده البحر الاحمر واقف، وكده كده هم بيفكروا يعملوا خط تاني بدالك وحاجات كتير قوي، احنا يعني كتير قوي. ما تستغل انت كمان الفتره دي واضغط عليهم، علشان قول لهم انا كمان بضغط، فانا لازم اضغط عليكم كده. يعني غسيل وجه يعني، على وعسى الغسيل الوجه دوت يجيب بفايده. على وعسى، على وعسى. حسبي الله ونعم الوكيل. في كل كليله بقى يلا، ما اصل طالما انت عمال فيها شيطان اخرس وقابل، وطالما واحد تاني طالع يقول احنا معاك للعمر كله يا كبير، وطالما حد طالع يقول لك لا اللاجئين هم اللي مخلصين السكر والاكل بتاع المصريين، عشان كده الدنيا غليت بقت اضعاف 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 مضاعفه. وطالما ناس طالعه لسه بترقص وتسقف وتقول تسلم الايادي، مش عارفه تسلم على ايه، يعني تسلم على ايه يا عبيد؟ يا عبيد، يا عبيد، فتسلم ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. يعني المره دي الحسبانه في الشعوب اللي ساكته واللي قابله واللي بتتعرض. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.